السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الناس صحابي وزمايلي وناس معرفهمش اللي دخلوا لي خاص بيتخانقوا معايا وبيشتموني على الفيديو اللي أنا كنت بأيد فيه أو بدعم فيه لعيبة الأهلي وإدارة الأهلي، إنهم ناس رجالة، إنهم عرفوا يلموا فرقتهم، إنهم عرفوا بعد ما يخسروا 5 من صن داونز يبقوا أبطال ويكسبوا على ملعبهم ويصعدوا تاني مجموعة ويقابلوا الرجاء وما يهبوش ويكسبوا الرجاء هنا، وإن شاء الله هيكسبوا هناك، وإن شاء الله هيوصلوا النهائي. وبأمر الله بأمر الله الماتش هيبقى صعب، لأن متأكد إن صن داونز هو اللي هيصعد نهائي، وهيبقى ماتش صعب جدا، وإن شاء الله يبقى من نصيب الأهلي، عشان إحنا بندعم الأهلي دلوقتي، لأن الكرة المصرية بتاعتنا بقول تاني بتقع يا جماعة في الأرض. الكرة المصرية كان طول عمرها عبارة عن الأهلي والزمالك والإسماعيلي كمان معاهم. الوقت مبقاش الإسماعيلي بيصارع، الزمالك بيحاول يدخل يا جماعة يبقى مركز رابع. بصوا وصلنا لإيه، ومفيش غير الأهلي هو الوحيد، الفريق الوحيد اللي ساند طوله. يبقى نهاجم كمان الأهلي ونوقعه ويبقى ما عندناش كرة في مصر يا جماعة. احنا مسمينا في العالم كله منتخب صلاح، محدش يا جماعة يعرفنا، محدش يعرف منتخبنا، كله بيقول علينا منتخب صلاح. احنا عايزين يا جماعه يبقى عندنا منتخب. احنا بنعمل كده عشان جماهير الاهلي كمان تساند تساند لعيبه الزمالك يا جماعه. ما ينفعش الشغل اللي بيحصل في المدرجات ده. احنا بنعمل الكلام ده عشان نمنع التعصب، احنا بنعمل اللي احنا بنقوله ده عشان نمنع التعصب. ما ينفعش جماهير الاهلي تروح ماتش فاركو تسب شيكابالا وتسب الزمالك وتسب الكلام. يا جماعه ده احنا بندعمكم يا جماعه، عيب يا جماعه. شيكابالا يا جماعه راجل طيب يا جماعه، وتاسف لكم بدل المره 100. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. ده جزء. الجزء التاني اللي عايز اتكلم فيه ردا على بعض الاخوه اللي دخلت لي خاص وكلمتني، انتوا عايزيني اقول ايه على لعيبه الزمالك اللي هم اللي انتوا شايفينهم في الدوري بالاداء بتاعهم ده، واللي هم طلعوا من بطوله افريقيا بالطريقه دي. انتوا عايزيني اقول لهم ايه؟ عايزيني اقول لهم ابطال جدعان، انتوا احسن ناس، ده انتوا لعيبه جامده، بس هو سوء حظ ولا سوء توفيق، ولا مثلا الكره اللي جت في العرض دي كانت هتعدينا، ولا حكم ما حسبلناش 10 ضربات جزاء، ولا حكم ظالم طرد لنا 3 4 لعيبه في ماتش. ايه عايزيننا نقول كده يعني؟ عشان اللعيبه عايزين نقول اعذار، عايزين نقول زي مرتضى منصور ده في سحر معمول يا جماعه، في سحر الشبكه دي وسحر الشبكه، زي ما مرتضى بيديهم الاعذار، هو مرتضى مدي اللعيبه الاعذار للخساره، عشان كده بينزلوا بيبقوا رامين الفوطه. مفيش اكتر من كده، وفلوس ما بيديهمش فلوس. دي حاجه. تاني حاجه، تالت حاجه بقى، تعالى قول لي بقى، قول لي فين لعيبه الزمالك؟ ما شاء الله ما شاء الله، مرتضى منصور وامير مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور فضوا الزمالك خالص من لاعبته عشان السبوبه، عشان هم عارفين ان هم اخرهم شهور او كام سنه يعني وماشيين. هم جايين فترتين فعايزين يلموا اكبر قدر ويطيروا. تعالى بقى كده بالراحه وقول لي، بالراحه خالص، وقول لي ازاي تفرط في لاعب، ازاي تفرط في لاعب زي. بص يا باشا، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده نقول لك كهربا. طيب انت فرطت في كهربا بطريقه انت قول انت غلطت فيها، فعوضتنا ببن شرقي، ودي الحسنه الوحيده اللي عملها مرتضى منصور لنادي الزمالك. احنا تعاقدنا مع لاعب اسمه سياسي، عندنا وتد اسمه طارق حامد برضو جايبينه من سموحه، عندنا حمدي النجاز، عندنا بن شرقي، وقلنا بن شرقي وساسي وطارق حامد، عندنا مصطفى فتحي، عندنا مصطفى محمد، عندنا امام عاشور كان لسه لاعب صاعد واعد. دي فرقه وصلت نهائي افريقيا قدام الاهلي، كسرت الدنيا. احسن موسم الزمالك لعبه في دوري ابطال افريقيا كان الموسم ده، وخسرنا بكوره، معلش يعني في الكلمه ما حدش يزعل مني، شلوط من مجدي قفشه. طول الماتش احنا ماسكين الماتش، وكور في العارضه، والاستحواذ كله كان لينا، استحواذ الماتش كان لينا. دي فرقه تتفرط فيها، فجزاء الفرقه دي ان هي وصلت نهائي ولعبت الاهلي، لا مؤاخذه بالكلمه، قطعت الاهلي وايه، ومنعوا عننا 3 لعيبه، بحجه الكورونا. دي فرقه تمشي؟ ليه يا مرتضى مشيت ساسي؟ ليه يا مرتضى مشيت طارق حامد؟
ليه مرتضى مشيت بن شرقي وما بتعوضش مكانهم؟ يعني يا ريت بتمشيهم وتعوض مكانهم من اول مصطفى محمد. ليه ما بتعوضش مكانه؟ لا ده انت بتمشي لاعب بملايين مملينه وتروح تجيب لاعب ب 5 مليون جنيه مصري. بقاش تقول لي الاعلام ده انا جايبه ب 20 30 مليون مصري وهو يكون مدفوع فيه 5 ولا 6 والباقي كله ليك ولولادك. ليه؟ هو ده اللي بيحصل في الزمالك، هو ده اللي موقع الزمالك، وهو ده اللي مخلي الزمالك لحد دلوقتي بيعاني. وكل ما هنقابل فرقه حتى لو لعبنا كاس مصر وقعنا مع بني عبيد هنعاني وهنخرج من بني عبيد. يا جماعه احنا عندنا فريق فاضي، يا جماعه احنا عندنا فريق فاضي. لما تيجي تقول لي انا بلعب بعبد المجيد، لما تيجي تقول لي انا بلعب مع عبد المجيد انت كده بتقول لي ان انت درجه تانية. لما تيجي تقول لي نيمار، مع احترامي لكل الاسامي دي، نيمار يلعب في نص الجدول، المسلوسي دوري يلعب شركات في نص الجدول برضو، الونش يا رب يرجع لمستواه عالمي، هو ايه فردة عالمية بس يا رب يرجع لمستواه. تعالى ناحية الشمال او الفتوح لو سلك ولعب بضمير ونفسي مفتوحة هيبقى عالمي. سكر لسه قدامه كتير قوي وعايز ياخد وهو الزمالك واقف على رجله يا جماعة. تعالى بقى عبد الغني، دي كارثة من كوارث تاريخ الزمالك. عبد الغني ده قسما بآيات الله اي لاعب في الجمهور، اي شخص في الجمهور قاعد ينزل يأدي احسن من عبد الغني 1000 مره. ده لاعب ما يلعبش كوره، هو وحسام عبد المجيد. احنا خط ظهر يا جماعه ضايع مع المسلوسي طبعا او نيمار ومع ابو الفتوح وسكر في الدفاع. الاربعه ما شاء الله بيرجعوا والخمسه بيرجعوا في الضياع. تعالى هنضحك بقى في النص، جايب لي واحد اسمه عمرو السيسي وجايب لي واحد اسمه بالحج وجايب لي وعندنا وجاب لي رؤى من الاعاره وابراهيم انضاي ودونجا. ايه الحسنه الوحيده دونجا، ها لو رجع لمستواه هو الوحيد اللي هيمشي وهينفع. الباقيين دول معلش لا مؤاخذه كده تلمهم بعد اذنك وتروح توديهم ايه سكر الحومديه وادي وسط الزمالك. وعشان تعرفوا نبقى كسبانين 2 ونروح مدخلين فينا 3 اجوان وسط الزمالك. يا عيني زيزو اللي مظلوم ناحيه اليمين، زيزو سيف جعفر لازم يلعب رقم 10 لازم. مصطفى شلبي ده بتاع بطيخ بس ما فيش غيره، هو اللي يلعب ناحيه الشمال. وقدام الجزيري ده لازم يدفع كل اللي خده، كل جنيه خده من الزمالك يدفعه ويمشي برده. وناصر منسي نديله لحد اما ايه، لحد اما نشوف اخره ايه. ده باختصار. غير كده بقى عايزين لعيبه سوبر على قد المسؤوليه وعلى قد الاسامي اللي مشيت من نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعه نادي كبير، نادي الزمالك يا جماعه نادي تاريخ ليه جمهور بالملايين. نادي الزمالك جمهوره ما يقلش عن 40 50 مليون يا جماعه. نادي الزمالك لازم يرجع زي زمان، نادي الزمالك لازم يقف على رجله. مش كل اما الزمالك يا جماعه ياخد بطوله او بطولتين يا جماعه تنزلوه 7 ارض. انتوا مسلطين علينا مرتضى منصور وعياله يا جماعه عشان يفضل الزمالك في الدوامه دي ما يطلعش منها. ارحمونا من مرتضى منصور، ارحمونا من مرتضى منصور، ارحمونا من مرتضى منصور. وعايزين تدعيمات للزمالك باسامي تليق بنادي الزمالك. واديني في كل كلامي اهو انا جبت سيره النادي الاهلي في لعيبته وما قلتلكش مثلا مقارنه ما بين خط ظهر الزمالك وخط ظهر الاهلي. ما جبت المفروض الكلام ده كنت نفسي اقوله بس مش راضي عشان الناس اللي تزعل. وخط الوسط الاهلي وخط وسط الزمالك، خط هجوم الاهلي وخط هجوم الزمالك باسامي يعني وروح ولعيبه ورجوله. الكلام ده مش موجود في نادي الزمالك يا جماعه. نادي الزمالك لازم يرجع يا جماعه، نادي الزمالك لازم يرجع يا جماعه، نادي الزمالك لازم يرجع يا جماعه. هتموتونا يا جماعه، هتموتونا يا جماعه، هتموتونا اقسم بالله. كرهتونا في الكوره، كرهتونا في الكوره، كرهتونا نتفرج على الكوره. اللعيبه دي مش عايزين نشوفها، اللعيبه دي مش عايزين نشوفها. هاتوا ناس من الشارع يا جماعه يلعبوا مكان اللعيبه دي، هاتوا ناس من الشارع يلعبوا مكان اللعيبه دي. اللعيبه اللي احنا قلنا عليها دي اللعيبه اللي ما تنفعش تلعب في دوري شركات، اللعيبه دي اخيرا تلعب في سكر الحومديه. يا جماعه حرام يا جماعه، حرام يا جماعه، حرام يا جماعه، حرام. وبس كده وكفايه. انا عايز نحاول يا جماعه على قد ما نقدر نشير الفيديو ده في كل مكان عشان يوصل لاعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، عشان يوصل لمرتضى منصور وعياله، عشان يوصل لكل زملكاوي بيحب الزمالك. يا جماعه يا جماعه احنا مش عارفين نتكلم في كوره، يا جماعه احنا مش عارفين نتكلم في كوره. انتوا كرهتونا في الكوره. الجيل الزمالك اللي بيلعب الوقت ده جيل طفش، جيل طفش، لعيبه طفش.
اقسم بالله ما يصلحوا يلعبوا في مركز شباب باستثناء 3 4 لعيبه. يا جماعه انقذوا الزمالك، يا جماعه انقذوا الزمالك، يا جماعه شيروا الفيديو على اوسع نطاق يا جماعه عشان يوصل لهم، شيروا الفيديو على قد ما تقدروا. بس كده يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.